السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي، عاملين ايه؟ معلش اعذروني صوتي بس متغير شوية عشان عندي برد كده، يعني اعذروني، مش هكتر في الكلام عشان مش قادرة. هقدر نعمل لكم شوية بصارة. هي عبارة عن شوية فول، يعني ربع كيلو ده في ربع كيلو فول مفصص او فول مدشوش زي ما تحب تسميه. وعندي شوية خضرة اللي هي بقدونس وكزبرة. طبعا بيكون عندي خضرة كتير بحفظها في الفريزر. قدامك اهي، وادي الفول نقعته مثلا بتاع ساعة كده، يترم عليها شوية بس ايه. وادي الخضرة اهي زي ما قلتلكوا متجمدة عشان كانت في الفريزر. وعندي 3 4 فصوص توم كده، ومعلقة ملح اهي، ومعلقة كمون، معلقة ملح كبيرة ومعلقة كمون، بس مش هنحط فلفل ولا حاجة. وعندنا بصلتين كده، قطعتهم قطعتهم زي ما انت شايفة كده. معلش، الشفا من عندك يا رب. حطينا بقى كل المكونات اللي قلتلكوا عليها، نحط معاهم شوية بصل من اللي احنا مقطعينه، وناخد الفول نحطه على المكونات ده، وبعد كده نحط عليه كوبايتين مية. معلش مسكوت ايه، اعذروني، عشان بصراحة نزلت برد جامدة مبهدلاني. الحمد لله اللي يجيب ربنا، نحمده ونشكر فضله. خلاص حطيت مثلا كوبايتين مية كبار كده اهو، يعني كوبايتين 3 كده على حسب الكمية اللي انت بتعمليها. طبعا انت نظرتك هي اللي بتبين الحاجة. بس لو حطيت الزيت على العين التانية، تسيبه لما ايه، ما يسخن اوي اهو. بختبره ولقيته لسه شوية، احطه اسيبه شوية لما يسخن. دلوقتي بقى الحلة بتاعتنا اللي فيها الفول اهو، الزيت خلاص سخن، حطيت فيه البصل ده ايه، اللي هيبقى الورد بتاعنا، زي ما بنعمل ورد الكشري كده. طريقته بقى سهلة اوي زي ما وريتهولكوا كده في مقاطع قبل كده. احنا بنسيبه لما ايه، يعني ياخد كده تقليبة كده في الزيت، وبحط له معلقة ملح صغيرة. معلش لازم اشرح ليه موضوع اهو، بس معلقة ملح صغيرة اهي، بس مش هحط اكتر من كده. ليه الملح ده؟ الملح ده بيخلي المية اللي في البصل ما تنزلش في الزيت، عشان كده بيساعده على انه يبقى مقرمش. في ناس بقى البصلة دي لازم تبقى فيها نسبة سكر كده، فاحنا مش عايزين نضيع نسبة السكر دي. هنعمل ايه؟ اهو زي ما انت شايفة كده، ابص اهو خلاص كده دخل على الاحمرار اهو. نسبة السكر اللي فقدتها مع الملح هنعوضها بمعلقة سكر برضو من عندنا صغيرة اهو. بس ما ايه، نخش على الاحمر زي ما انت شايفة كده اهو، حطيت معلقة سكر. دي بقى احلى طريقة لعمايل البصل المقرمش، طريقة جميلة جدا ومش هتغير من طعم البصل. هتخلي برضو المادة السكرية اللي فيه دي هتبقى زي ما هي. عوضنا بقى الايه، الملح اللي حطيناه بشوية السكر. دي حاجة مهمة برضو. هنركنه بس على جنب شوية. طبعا ما شيليه من على العين السخنة، عشان الزيت طول ما هو سخن هيحمر لك البصل اكتر من كده. بصي طالع لونه عامل ازاي، بص المنظر، ورد، لون الاحمرار الجميل ده، مش المحروق. أنا مش عايزاه يتحرق عشان ما يمررش مننا. لحد الدرجة اللي انت شايفاها دي. نشلته كده وطلعته على طبق، حطيت عليه مناديل بتاع المطبخ عشان يشرب لو في زيت ولا حاجة. هو مفيهوش زيت ولا حاجة. انا عايزة بقى الزيت اللي اتحمر في البصل ده، انا مش هستغنى عنه.
وهقولك هنعمل بيه ايه. خلاص، هي البصارة بتاعتنا خلاص استوت اهو. الفول استوى، مش هنقول عليها بصارة دلوقتي. بوريكوا البصل. بص منظر، بص الجمال، بص ما شاء الله، الله اكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا. ابتدي اشوف الفول بتاعنا اخباره ايه. انا عايزاه يستوي قوي، ياخد درجة السوا الجامدة يعني. غطيه بس شوية كده، ما تغطوش، ما تكتمش الغطا عشان هو بيفور، هيفور منك فيبهدلك البوتاجاز. خلاص كده استوى. شلته بقى على المرحلة اللي جاية، اللي هي بقى ايه، هنسيبه بس يهدى شوية عشان ما نبوظش الخلاط بتاعنا. هنضربه في الخلاط. لو عندك هاند بلندر اعملي بالهاند بلندر برضو، ما فيش مشكلة خالص. يمكن انا بصراحة ما عنديش، فبضربه في شفشة الخلاط عادي يعني، بديل. بقلبه بس عشان يبرد معايا بسرعة، عشان الغدا وكده. هي عبارة عن البصارة ده، عبارة عن حاجات كلها ني في ني كده. بصل وتوم والفول والخضرة كله ني في ني. مفيش غير عندنا البصل هو اللي ايه، اللي محمرينه ده هيبقى على الوش. يعني حتى انا عندي برد، لو كلت منه ممكن اكله من غير البصل عشان ما ايه، ما يتعبنيش. امسك بقى الايه، الخلاط بتاعنا، اضرب فيه ايه البصلة بتاعتنا. شوفي شكلها جوه الشفشة تبقى شكلها ايه. بس عشان ماسكة التليفون بايدي. مهم. ابتدي اضرب جامد جامد لما كل الخليط كله يبقى ايه، لون واحد وحاجة واحدة. شايفين؟ بص منظره، بص الجمال، بصي ما شاء الله. والسمك ده اللي احنا عايزينه، مراية اتقل من كده ولا اخف من كده. عشان دي ممكن تغمسيها بالعيش تبقى حلوة كده، تتغم. بصي طالعة معلمة في المعلقة ازاي. بقيته بقى فرغته في الطبق عشان ندلق اللي احنا عملناه في الحلة، فحطيت الباقي في الطبق عشان ما اعملش هيصة بالحلل يعني. هي نفس الحلة اللي سوينا فيها قبل كده. الزيت بقى لما بتاع البصل اهو جه وقته. ابتدي لانه كله بصل وكله ريحة البصل كلها فيه، بروح منزلاها على ايه، منزله الزيت على البصلة بتاعنا. يا دوب بتاخد غلوة واحدة بالزيت بعد ما ضربناها كده اهو. شايفين اهو فيها حتى بواقي بصل، مفيش مشكلة خالص. عايزة تسيبي كمية اكتر من كده من البصل تحطيها، ما برضو مفيش مشكلة، برضو هتبقى حلوة يعني. يلا يا حبايبي، الف هنا وشفا. بوريها لكم برضو هي في الاطباق اهو. انا عملتها والله وانا مش قادرة، بس انا ما بحبش يعني ايه، ما بكون تعبانة ما بحبش ارقد في السرير وكده، بتعب اكتر. فتلاقي ايدي على طول بتاكلني كده في المطبخ، شوية وهنا شوية. الحمد لله الصحة من عند ربنا. شايفين؟ يا دوب بس تاخد ايه، غلوة واحدة كده بس. شايفة؟ بحس ان الزيت ايه مش هيبان خالص. كل ما مش عايزين الزيت يبقى عايم كده على الوش، كل ما تغلي نديها تقليبة عشان الزيت ايه يختفي خالص. شايفين المنظر؟ الزيت ما خلاص اختفى. دي برضه حاجة مهمة بالنسبة لنا. وهي سخنة كده هنغرفها
في الأطباق بتاعتنا، عايزك تغرفي في أطباق غويطة عشان ما تنفعش تغرف في أطباق مفتوحة يعني. كده أحلى، عشان احنا هنزوقها دلوقتي بالبصل، هتدي منظر جميل إن شاء الله. بألف هنا وشفا حبايبي، اعمليها وجربيها بالطريقة دي، طريقة جميلة جدا وسهلة وأكلة سريعة وأكلات آخر الشهر زي ما بنقول. أهي حاجة غالية والدنيا بقت غالية، والحمد لله عليك بربنا، نحمد ربنا برضه على كل شيء، إن في بدائل للأكل ومغذية جدا. البصلة دي برضه أكلة حلوة ومغذية. خلاص فضيت الحلة كلها اهو. الكمية بصي جت 3 أطباق بالظبط، حلوة أوي يعني، كفاية دول يكفوا عيلة يعني. ممكن تعملي بقى قوطة مخللة جنبيها، تعملي بتنجان مخلل جنبيها، عندك شوية ترش جنبيها، اللي يريحك بقى تعملي حاجة حادقة جنبيها يعني. اهي بصي البصل، بصي بتقطم معايا ازاي، ده لأن هو مقرمش. بصي هحط بقى على وش الأطباق بتاعنا بشكل عشوائي كده اهو. يلا بقى، عايزين اللي مشتركش في القناة يشترك وتفعل زر الجرس، واحلى لايك من حبايب قلبي. واهم حاجة تدعولي ان ربنا يشيل عني ويشفيني عشان اقدر اكمل معاكم، لان بقالي كام يوم ما ظهرتش. دعائكم ليا ان شاء الله هو يكون سبب شفائي باذن الله. عايزة اشوف في الكومنتات كده الدعاء الجميل بتاعكم، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.